السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ جمعة مباركة عليكم وعلينا يا رب. نبدأ الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة نزلت السوق، جبت كده كام حاجة بس مش كتير يعني. نزلت بصراحة كده، جبت حاجة محشي نفسي فيه، بس لقيت كده بوست على الفيس من يومين، واحدة بتقول ان الكرنب بيشد قوي وما استواش معاها، ولقيت كل التعليقات بتقول نفس الكلام. ما جازفتش بصراحة، ما جبتش كرنب مع ان انا بنحبه قوي. ما جبتش، بس جبت ايه بقى؟ جبت طماطم. تمام، قلت احشيها. آه، بكام يا ربي؟ كيلو ونص ب10. جبت بتنجان، كان ب12 تقريبا. وليمون، ليمون ب20. اول مره اجيب الفلفل ده اسمع ان هو بيبقى حلو في المحشي حامي. انا بحب قوي طبعا الحاجات الحاميه. ماشي، جبت 3 بس كده، ايه قلت احمي بيهم المحشي. جبت كوسه ب15. انا جايبه بس ايه 4 وحدات بالعدد عشان ابني، احنا ملناش في الكوسه خالص. وجبت الفلفل ب15 او ب12 تقريبا. بس انا ما بجيبش الحجم ده، يعني هو ده اللي انا لقيته. بصوا ده كده بالنسبه لي كبير، انا بجيب الحجم اللي هو اللي قد كده، ده اللي هي الواحده على البق يعني. ف وجبت بقى خضره المحشي بقت حلوه قوي، بتاعت الشتاء. جميله يا جماعه، التلاتة ب5. حلوه قوي زي ما انتم شايفين. الخضره رجعت الحزمه يبقى عليها القيمه كده شويه زي الاول يعني. التلاتة دول ب5. وطلعت بقى التسبيكة الطماطم اللي انا كنت عاملاها معاكم. طلعت كيس. وعندي قبل كده علبة برضو، كانت برضو فيها شوية باقيين من محشي، فطلعت كل ده. تمام. نعمل بقى مع بعض المحشي النهاردة ان شاء الله بإذن الله. بس انا هاخد الخضار اغسله وانضفه واقوره عشان وقت الفيديو. وقت ما بعمل بقى المحشي نفسه هنعمله مع بعض واقول لكم بقى بيتعمل ازاي. بصوا يا جماعة، انا دلوقتي غسلت الرز اهو، غسلته وبصفيه. تمام. وعندي هنا الخضرة مغسولة ومنقوعة في خل ومشطوفة تاني، وبعد كده قطعتها بتتصفى اهي. وعندي هنا البتنجان قورته. تمام، ومحطوط في مية وملح وخل، والكوسة برضو مقورة برضو الفلفل. والنهاردة هعمل طماطم كمان. تمام، هنشوف بقى دلوقتي هنعمل الخلطة ازاي. بصوا انا حطيت بس الرز هنا. ماشي. طبعا هو متصفي زي ما وريتكم. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي؟ ان احنا هنحط عليه التسبيكه اللي احنا عاملينها العسل دي. بصوا شكلها، بصوا الجمال، شايفين؟ بصوا تقيله ازاي، والحمار والدهون بتاعتها منطوره متسبكه صح، بصراحه تحفه. انا هحط دلوقتي، أنا ممكن والله احط كده عشان اشوف. هي طبعا ايه، انا بحبها خضرة كتير، طماطم كتير. ده بصراحة المحشي اللي بيخش دماغي. ما بحبش كده اكل محشي ابص فيه الاقيه مبيض كده، من غير طماطم، من غير صلصة، من غير خضرة. والله انا شايفة ان انا ازود تاني. تمام. وهحط بقى ايه شوية خضرة. احنا الحاجة في ايدينا يعني، وهنزود ونشوف. آه شوف كده، عايزين بقى نحط معلقة صلصة معجون يعني. علشان طبعا اخد من علبة الصلصة لازم يبقى معلقة نظيفة. احط كمان حتة علشان البرطمان عندي ما يعملش عفونة كده من على الوش، والبرطمان كله كده خلاص يبقى باظ. نحط بقى ايه فلفل اسود. كل حاجة محطوطة في الصلصة زي ما انتوا عارفين، بس انا بحب ايه ازود شوية. ما بحبش احط كزبرة في المحشي، ولا توم قطع. ممكن احط يعني رشة كده من التوم البودر. هنزود طبعا ملح، تزودي شوية عن المعتاد
علشان عندك الملح، الفلفل بياكل الملح. رشة جوز الطيب، محبش اجيبها برضو من اللي هي معمولة جاهزة، بحب انا ابشرها علشان بتبقى طعمها احلى وريحتها فجة اكتر. تمام. بصوا يا بنات، انا جبت الخلطة دي، معرفش ما عجبتنيش، مع اني ماركت ويلز دي انا بجيب منها بتاعة البطاطس، بتبقى حلوة قوي. توابل البطاطس المحمرة بتبقى حلوة جدا، بحبها بصراحة. لكن دي مش حلوة، مش حلوة خالص، واوريكم برضو مش حلوة ليه، ما عجبتنيش ليه. فيها بصوا عاملة ازاي، حاجات خشنة كتير، يعني توابل خشنة او مش عارفة، ما عجبتنيش، مش حلوة بصراحة. فانا جربتها ومن ساعتها الكيس عندي ما عملتش بيه محشي تاني. نقلب بقى كل الجمال ده، احط لها كمان ايه حبة زيت. هي كده تقريبا الخلطة جاهزة. كلت قبل كده بره محشي بالكمون، طعم الكمون مش عارفة كان ممرر، مش عارفة بقى، يمكن علشان هما كانوا مكترين الكمون فيه ولا ايه، بس انا ما بحبش طعم الكمون في المحشي، بيقلبه كده لحاجة تانية يعني. يا رب بس ايه الخلطة تكفي وتفيض، لان انا بحب اكل رز المحشي يعني مفلفل، بحبه يمكن اكتر من المحشي. بقى يا جماعة بصوا، انا شايفة ان انا احط دول كمان ولا اسيب دول؟ هسيب بس ايه الحبة دول علشان نسقي بيهم بقى المحشي. بسيب كده زي معلقتين اسقي بيهم المحشي مع حبة شوربة. هو كده الخلطة حلوة جدا، حمرها حلو، الخضرة فيها حلوة زي الفل. هبتدي بقى ايه احشي. تمام. بصوا يا بنات، انا عايزه بس ايه اوريكم الحله اللي انا هحشي فيها. عندك طماطم تقطعيها، قطعي طماطم، قطعي حلقات بصل. انا عندي بتنجانيه مثلا اتخرمت مني وانا بقور، كوسايه اتخرمت مني، كل ده بقطعه حلقات وبحطه في قعر الحله مع اللي بيطلع من الكوسه. كل الحاجات دي نفس الخضار اللي انت هتاكليها محشي، هو نفس الخضار اللي هيبقى تحت، يعني ده ما يعتبرش يعني مخلفات ولا زباله لا قدر الله ولا حاجه، لا احنا بنقطع كل حاجه باظت مننا تقطعوها في قعر الحله علشان تعملوا عازل ما بين المحشي وما بين النار، بس مش اكتر. في ناس بتحط العيدان بتاعه الخضره، بتحطها بصل، طماطم، جزر، اي حاجه عندك ممكن تحطيها، تعزلي ما بين النار وما بين المحشي عشان مفيش حاجه تتلسع منك، مش اكتر من كده. انا حضرت الحله. تمام. وفي ناس برضو شفتها بتعمل البتنجان بطريقه غريبه قوي، البتنجان والكوسه بالذات بتحشيه. تمام. وهي بتحشي بتكبس قوي، يعني عماله تعمل. طب انت هتدي نفس للرز يستوي ازاي؟ ما احنا عارفين كلنا ان الرز لازم بيتضاعف حجمه بعد السوى. انا لازم يعني احشيه مهوي كده علشان ادي فرصه للرز ان هو يستوي وان حجمه يتضاعف. طبعا الكلام ده انا مش بقوله طبعا للامهات او ستات البيوت، انا بقولها للبنات اللي لسه مبتدئين، لسه داخلين المطبخ، العرايس اللي لسه داخلين المطبخ بالشكل ده. احنا مش هنضغط عليه قوي، لا احنا بنحشي خلاص، بس هي اهي مهويه اهي زي ما انتم شايفين. احنا بس ايه بنحط الرز وما بنكبس، لو كبستيه هيطلع معاكي الرز نيم جوه محصرم زي ما هو خلاص. ولو زودتي الميه في السوا هيطلع معجن. احنا اهو بنحط اهو، بصوا بحط وبرجع ادوس عليها علشان يبقى مهوي بس كده، وما تخليش فيه رز كده من بره ولا خضره ولا اي حاجه. اهي البتنجانيه اهي زي الفل. انا البتنجان ده هتقولوا شكله غريب شويه، لا هو مش غريب، انا ما لقيتش بتنجان صغير. تمام. فاضطريت ان انا اجيب الطويل، مع اني ما بحبوش، يعني بحب البتنجانات تبقى صغننه. جبت البتنجان طويل ورحت اسماه
وقورت كل نص لوحده، بس مش اكتر. يعني في مثلا اهي سبت مثلا دي عشان اوريكم، دي يعني مش كبيره قوي، بس في كان طويل قد كده، يعني هي انا جايباها طويله قوي، ونقيت الصغير ده على قد ما قدرت، بس ما فيش. فالواحد بيتصرف، يعني مش هيقف على حاجه. تقسميها نصين وعادي جدا يعني تحشي كل واحده لوحدها، او تقوري كل واحده لوحدها. انا هحشي بقيه الكميه وهحشي بقيه الفلفل وكل حاجه، وهنشوف بقى السوا مع بعض. انا خلصت حشو الخضار اهو كله، معرفش جاي كده في الكاميرا ولا لا. ادي الكوسه، ادي البتنجان والفلفل، وعملت حله كده ليا انا علشان انا بحب الحامي طبعا. دي النهارده يعني القولون عليه العوض، لان الفلفل ده لقيته مولع يعني. وادي بقيه الرز. مش عارفه الاضاءه عندي، معلش استحملوا بقى شويه لحد ما نظبط الاضاءه مع بعض. وادي الرز اللي اتبقى خلاص، وده حبه التسبيكه اللي اتبقوا تمام اهم. هنحط عليهم بقى ايه كام كبشه شوربه من الحلوه دي، شوربه زي العسل. نحط عليها كده ايه كام كبشه، وما تملحوش قوي علشان عندنا الشوربه متملحه. يعني الخلطه اللي هي الشوربه بالصلصه دي خلاص ما تتملحش تاني، عشان الشوربه متملحه والتسبيكه متملحه والرز متملح. فعشان ايه ما يطلعش منك مالح، يطلع عادي مش مشكله، لكن ما يطلعش مالح. خلاص اهو. انا بقى لما باجي اسقي مش بسقي او يعني بحط يعني الشوربه او الطماطم دي بحطها في المحشي. انا هديلها بس معلقه صلصه كمان عشان ايه اللون. بسقي حاجه حاجه، يعني بنزل بالكبشه كده حبه شوربه في كل حاجه، يعني في كل فلفلايه، في كل بتنجانيه، في كل كوسايه كده، علشان اضمن ان حبه الشوربه اللي انا دخلتهم دول الرز هيستوي فيهم تمام. مش بسقي كده وخلاص، او بكب كده لا. انا بحب اعمل كده علشان اضمن ان جوه هيبقى فيه السوا هيطلع مظبوط، الحاجه مش هتطلع نيه من جوه، الرز مش هيطلع محصرم لا. الطريقه دي بصراحه انا ماشيه عليها من وقت طويل قوي، وحلوه جدا في اني انا اضمن سوا الحاجه كلها. يعني هعمل مثلا، اشيل بقى الشوربه. بصوا يعني اهو المحشي اهو، في كل حاجه فيهم احط ايه، امشي ايدي كده بالكبشه علشان يخش لكل حاجه حبه شوربه. معلقه شوربه دي هتساوي فيها الرز، لكن لو حطيت مره واحده ما بضمنش ابدا السوا بصراحه. شايفين؟ بصوا كده يا بنات، الرز ده اللي اتبقى رز المحشي. انا لما بعمل يتبقى رز محشي لما باجي اسويه بحط له من نفس الميه بتاعه الشوربه والصلصه وكده، نفس اللي انا بسقي بيه المحشي كله، نفس اللي انا بحطه هنا على الرز. بس لما تيجي تحطي بقى المقدار بتاع الرز ما تحطهوش اعلى من الرز، هتحطيه نفس سوى نفس المقدار بتاع الرز كده. بتحطي له ميه، ما بتزوديش الميه زي الرز العادي. ليه؟ علشان هو اصلا بيبقى شارب الرز من الخلطه، ومن الخلطه بتبقى فيها سوائل شويه، فالرز بيعجن لو انت عليتي عليه الميه زي الرز العادي تمام. وهنا في الخضار بحط كل فلفلايه طماطمايه اي حاجه بحط جواها كبشه شوربه تمام، غير الشوربه اللي انا بحطها. انتوا شايفين الشوربه واصله لفين؟ خلاص. هنا برضو زي ما انتوا شايفين كده برضو اهي، بصوا الشوربه واصله فين، شايفين؟ خلاص. وبرضو بحط اهي الشوربه، وبحط برضو في كل حاجه بحط لها حبه شوربه. خلاص. انا دلوقتي هرفع كله على النار تمام. بنولع النار على عالي شويه لحد ما كل الخضار يتبخر والشوربه اللي جوه هنا تغلي. بعد كده بتغطي، ولو انت عندك شياطه حطيها، بس بتوطي خالص النار، بتوطيها خالص وتحطي الشياطه. ما عندكش شياطه مفيش مشكله، بس وطي خالص النار تمام. في ناس بتحط كيس نايلون، في ناس بتحط طبق،
انا ما بحطش الكلام ده خالص، وبيطلع مستوي وزي الفل، وهنشوفه مع بعض. بصوا برضه انا عايزه اوريكم مرحله السوا. اللي عنده غطيان حلل زي دي فيها الفتحه دي، انا بعملها كده بعود كبريت. بس طبعا بخلي الراس من فوق كده زي ما انتوا شايفين، علشان بيبقى فيها كربون وماده سامه وكده. بس انا بخلي الخشب بس هو اللي يقفل الخرم ده، علشان ده بيسرب سخونيه، وبرضو بيقلل السوى الرز او المحشي او كده. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا الجمال، حبة محشي يعني زي العسل. الحلة دي مش حامية طبعا عشان ابني. بصوا اما يستوي ويطلع اوريهولكوا بقى ان شاء الله. انا خلصت يا بنات الغدا الحمد لله. بصوا بقى العظمة، ايه رأيكم؟ طبق محشي مشكل زي العسل. بصوا انا عايزه اوريكم بس ايه التفاصيل. بصوا الرز، شايفين الرز ولا معجن ومفلفل وتحفه. بصوا طبعا المحشي اللي هو الرز بتاعه بيبقى مش مستوي، الرزايه بتبقى لسه بيضه، باين يعني عليها ان هي مش مستويه. بصوا الرز تمام، وادي الفلفل، بصوا الفلفل مستويه جدا، البتنجان مستوي خالص، وادي الطماطم برضو بصوا مستويه ازاي. بصوا لون المحشي، بصراحه حبه محشي يعني عايزينكم بصراحه. وعملت معاهم فراخ مسلوقه ومحمره، وسلطه المايونيز اللي احنا عملناها امبارح بالخضار، والتوميه اللي بالمايونيز اللي عملناه برضو. عملنا المايونيز امبارح، اللي ما شافش الفيديو يخش يشوف الفيديو. وجربوا السلطات دي يا جماعه، وجربوا اصلا المايونيز اللي احنا عملناها هيعجبكم جدا. وده كان غدا النهارده تمام. يا ريت تجربوا والله، طريقه المحشي دي هتعجبكم قوي يا جماعه. انا النهارده مش هعمل حاجه حلوه، بس هعمل حاجه عشان الدنيا ساقعه. هعمل حاجه تانية خالص، اللي هي ايه بقى؟ حمص الشام. ده حمص كان عندي انا نقعته، غسلته الاول كويس قوي، ونقعته في ميه سخنه، وغيرت عليه الميه مرتين، دي تالت مره. هتغدى تمام، ويكون هو المية دي قعد فيها شوية، لان ده تبع البقوليات برضو، والبقوليات كلها لازم يعني تتغسل كويس قوي قوي، وتتنقع مية في مرة واتنين وتلاتة في المية. يعني هسيبه شوية في المية دي تمام، وهنعمله مع بعض ان شاء الله. بصوا يا بنات، احنا دلوقتي هنعمل الحمص الشام تمام. انا حطيت حلة على النار، وادي الحمص الاصفر الكبير، الحبايه الكبيره، نقعاه طبعا من الصبح وميه سخنه، وغيرت عليه الميه كذا مره تمام. دلوقتي صفيته هنزله في الحله. ماشي، هنحط عليه ميه سخنه اهو. خلاص، ايه بقى احنا هنغطي عليه لحد بقى ما يستوي، وخلي بالكم هو بياخد سوا تمام. ايه بقى المكونات بتاعته؟ انا مطلعه بصل مبشور ناعم جدا، وحاطه عشان ده ربع كيلو حمص. دي طماطمايه كبيره متخرطه صغير، مكعبات صغيره، ومعانا كمون، معانا 4 فصوص ثوم، وملح، ومعجون صلصه تمام. انا بس دلوقتي هحط عليه وهو بيستوي، هحط له معلقه سكر علشان تسرع شويه عمليه السوا. خلاص هيستوي، وبعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. بصوا يا بنات، خلاص كده هو كده استوى بقى جميل قوي. شايفين؟ انا هوريكم برضو، اطلع واحده اوريها لكم اهي. بصوا هو لسه سخن، بس بصوا كده حلو جدا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط عليه الطماطم والبصل اهو، طماطم والبصل، والاربع فصوص ثوم اللي انا قلت لكم عليهم، بس انا شقتهم، انا مش عايزاه يبان في الاكل قطع الثوم تبان في الاكل تمام، بس انا عايزه ايه الطعم بس، فانا عشان كده شقيت الثوم. الاربع تومات اهي. هنحط الكمون
معلقة كمون، تمام، وتقريبا معلقة ملح صغيرة، واللي عايز يزود ملح يزود. طبعا لو عايزة تحطي شطة حطي بقى، انا بس مش هينفع نحط شطة عشان الاطفال، مش هينفع خلاص. وهنحط معاه معلقة صلصة معجون، معلقة صغيرة اهي بس. ونسيبه بقى نصاية كمان كده، نص ساعة، نشوف بقى ايه هو هيندمج بقى مع بعضه كده، والدنيا تاخد وتدي ويتسبك كده خلاص. اللي عايز يزود ملح يا جماعة ده حسب الرغبة، تمام. عايزين تحطوا بابريكا مفيش مشكلة، بس مفيش توابل تانية بتتحط. هنسيبه بقى كده لحد ما يتسبك ونشوفه بعد كده. خلاص يا جماعة المشروب خلص، او حمص الشام خلص. بصوا الجمال، بصوا من تحت عامل ازاي، وبصوا المية شكلها ايه، بصوا هو عامل ازاي، والحباية دايبة دايبة. مش عارفة اوريها لكم بس علشان انا ماسكة التليفون بايد، بصوا، او بايد واحدة اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا بتعصروا عليه ليمون اللي بيحب الليمون، اللي عايز شطة يزود شطة، ممكن تقطعوا عليه فلفل مع البصل والطماطم، تمام. والمشروب ده بيدفي وبيدي دفى رهيب، رهيب فعلا يعني. فانا اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي، حلوة قوي. واتمنى ان انتوا ما تكونوش زهقتوا من الفيديو لو طول معاكم شوية. ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.